الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلاة تقبل بها أعمالنا وتفرج بها كروبنا وهمومنا، صلاة يقضي الله بها حاجاتنا، صلاة يسرنا الله بها في الدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله هنكمل موضوعنا اللي بدأناه في الحلقة السابقة عن التعاون وعن الستر وعن أننا خير أمة. لماذا نحن خير أمة أخرجت للناس؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يبقى الخيرية أمة، أنا وإنت وحضرات المشاهدين وكل مسلم، خيريتنا في أننا نتعاون ونتناصح ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. نأمر بالمعروف من غير زجر، من غير فضيحة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، ومن فرج كربة عن أخيه، هكذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ومن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. يبقى الموضوع فعل شرط وجواب شرط، والجواب لا يقع إلا حينما يقع الفعل، وشتان ما بين الفعل والجواب. الفعل إن أنا أفرج عنك وإنت تفرج عني. جواب الفعل من الله، هو اللي يفرج عني، وإنت يوم القيامة أنا أعنتك وتعاونت معك وقضيت حاجتك. ربنا سبحانه وتعالى الجزاء من جنس العمل. ومن فرج عن أخيه كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. وما أدراك ما كربات يوم القيامة، عافانا الله منها جميعا يا رب العالمين. يبقى أنت لما تمشي في قضاء حاجة لأخيك، إيه اللي يحصل لك؟ كان الله في حاجتك. أنت تمشي في حاجة أخوك، فحاجتي ربنا سبحانه وتعالى هو من يسير في حاجتك. طيب أنا ممكن أمشي في حاجتي أخويا المسلم، أو أنا أمشي في حاجته، ممكن أقضي الحاجة أو لا أقضيها، ممكن أقضيها بقدر ما أستطيع. ما قدرتش أكمل المشوار معاك، بس أنا عملت بالنية. كلمنا عن صاحب العلم وقليل المال، نيته صادقة فأجرهما سواء. فأنت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا نويت أمشي في حاجتك وأقضي حاجتك وأفرج ضيقتك وما قدرتش، بالنية أخذت الأجر. بالنية الجزاء من جنس العمل، يسير الله في حاجتي. طب ربنا سبحانه وتعالى لما يمشي في حاجتي تخلص ولا في النص ولا قبل الأخير؟ لا، تخلص لما بعد الأخير. ليه؟ لأن القادر على كل شيء هو من سار في حاجتي. أنا مشيت في حاجتك وما قدرتش أكمل، ربنا سبحانه وتعالى يقضي حاجتي كلها، وربما من غير حول لي ولا قوة، بفضل أنني تعاونت
وحاولت أن أفرج على أخي بفضل أننا أمة متحابة، أمة كالجسد الواحد. إذا اشتكى عضو اللي بيحصل لما صباعي ده يؤلمني، الإيد تؤلمني، لا والله ليس الإيد فقط، وإنما باقي الجسد تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المطلوب أننا كلنا نكون كالبنيان المرصوص، كلنا مفيش فراغ، كلنا نتعاون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك يديه شيبتين صلى الله عليه وسلم عشان يعرفك شوف قوة. لكن لما يكون في فراغ، في صباع ليس مع أصبع أخيه يده الثانية، يبقى الموضوع في خلل. وإحنا ديننا يأمرنا بأن نكون واعتصموا بحبل الله جميعا. فحينما نعتصم نستر على بعضنا البعض، حينما نعتصم نقف بجوار بعضنا البعض، حينما نعتصم ننصح بعضنا البعض، حينما نعتصم نتعاون على البر والتقوى، حينما نعتصم نأمر بعضنا البعض بالمعروف، حينما نعتصم ينهى بعضنا البعض عن المنكر. أحبتي في الله، انصح ولا تفضح، واستر على أخيك حتى يستر الله عليك. استر على أخيك، على جارك، على قريبك، على زميلك، استر وانصح. نسأل الله أن يجعلنا أمة متحابة مترابطة. اللهم اجعلنا أمة متحابة مترابطة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بحبلك معتصمين. اللهم اجعلنا بكتابك ملتزمين وقائمين وعاملين، وبسنة رسولك صلى الله عليه وسلم آخذين وفاعلين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين. استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. تقبل اللهم صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.